خليل، مرحبا بك في صحيفة الترجي في فرنكورة. مرحبا بكل قراء صحيفة الترجي. باش نسألك على آخر جولات ورجع للتمارين. كلوتي الحالة البدنية نتاعو اسكو نجم يكون جاهز للماتشات الجاية ولا؟ والله مانويل كلوتي جاي عنده 3 أيام، حكينا معاه، حبينا نشوفوا اول حاجه الحاله الصحيه، تعدى على الاطار الطبي نشوف الحاله الصحيه نتاعو. تعرف اللي هو كان في تدريبات في المشاركه في كاس الافريقيه، ثم لمده اسبوعين يعني بعد كاس الافريقيه كان في عمل فردي وحده. هذا بالنسبه لنا احنا كاطار فني ترجي التونسي فريق محترف، حاولنا نحكيو معاه نشوف الحاله البدنيه نتاعو، لذلك عملنا له عمل بدني خاص. اليوم لمده 3 أيام، اليوم شارك معنا في الحصه التدريبيه، ولكن كل حصه باش تكون عنده عمل من الناحيه البدنيه، من ناحيه القوه، قفز السرعه، لانه اللاعب هذا تعرف اللي ما شاركش معنا برشا في المباريات، ما شاركش معنا في عدد حصص التدريبات، عندنا عليه ان ابيرسي هيستوريك في نيفو كاليتي فيزيك وقت عملنا معنا التستويات، ولكن اليوم لازم نحينوا المعلومات هذه، لازم يعمل معنا تقييم علمي اخر باش نجموا نشوفوا الحاله البدنيه نتاعو 100%. وهذاك علاش باش نقول لك اللي يلزموا ان شاء الله اول الاسبوع يعمل معنا التيست ديفالياسيون اتليتيك، ومن بعد نعملوا برنامج، واذا كانت الحاله البدنيه نتاعو ممتازه ينجم يدخل للفريق يعني ويدرب بصفه كامله. اذا مش الحاله البدنيه نتاعو يعني تتطلب منا عمل، لازم بالطبيعه باش يكون عمل فردي. بالنسبة لخليل شمام ووليد الهشري، بدنيا جاهزين بعد المشاركة الافريقية ولا مازالوا شوية؟ خليل جانا باصابه يعني من كاس افريقيا، يعني ما تعرضش معنا احنا، جاي باصابه من مباريات تاع كاس افريقيا. الاطار الطبي يعني عمل ديagnostic، عرف اللي عنده بتيت ليزيون، فضل انه يرتحوا، عمل العلاج الطبيعي نتاعو، عمل العلاج طبيعي مع الاخصائي العلاج الطبيعي، ثم قام التدريبات نتاعو. اليوم موجود في الجروب، ما عنده حتى مشكله، ما ندخلوا جوا الجروب الا كذا ممكن حاضر من الناحيه الصحيه 100%. كيف من الناحيه البدنيه خليل يقدم في مردود باهي في التدريبات، ما عندنا حتى مشكل. اليوم مع الاطار الفني وماهر كنزاري نجم يعمل عليه 100%. بالنسبه لهيشري المباراه الاولى ما شاركش فيها خاطر عنده تروازيام كارتون، الثاني جاه قريب، على ذاك قريب قوي، على ذاك ما كانش معنا في تدريبات غايب 3 أيام، موجود تو مع الجروب، شفتوا اليوم الدرب ما عنده حتى مشكله. نظن اللاعبين الدوليين اعطيناهم الراحه اللازمه نتاعهم، وما خدمنا معهم الا ما كانوا حاضرين، خاصه من الناحيه الذهنيه بعد ديسيبسيون، وخاصه وثاني حاجه من الناحيه الصحيه. احنا الترجي التونسي عندنا باتري يعني تاع ايفالياسيون، كل لاعب لازم تكون عنده تقييم علمي في كل الكاليتي تاعو فيزيك، سينو ما نجمش يدخل معايا في الجروب. اليوم شفنا بن منصور والذوادي ما شاركوش الزوز غريبي، تعرف الرحله تاع الكاف البرد هذاك، ساعة عملنا مباراة باهية، نتيجة ممتازة، ولكن من الناحية الصحية خلفت لنا بعض المتاعب. الأولاد غريبي عندنا، هو كان يهاب زاد غريبي شوية نفسي. اليوم فضل اللي ترتب انه يجريوا وحدهم، يكون عندهم كورس ميديكال، خدموا خارج اللاعبين، يعني خارج ال 22 لاعب، يكونوا موجودين معنا ان شاء الله في الحصة التدريبية القادمة ان شاء الله.